السلام عليكم. الوصفه ديال اليوم جبت لكم غريبه اللي كتجي اقتصاديه بمكوناتها وسهله في التحضير ولذيذه بزاف، مذاق رائع جدا. الى اول مره كتشاهدي لاشين ديالي كنقول لك تابوناي معنا وضغطي على زر الجرس باش يوصلك اي جديد ديالنا ان شاء الله. وما تنساوش اختكم من لايكاتكم وتعاليقاتكم، ومرحبا بالناس جداد كاملين. ندوزو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنا عندي الزبده ديال البواطه. انا هنا اختاريت النوعيه ديال لابريري. خديت 125 زبده، 125 غرام ديال الزبده لابريري. خديت 125 غرام ديال الزيت. خديت 100 غرام ديال السكر كلاصي. خديت 150 غرام ما بين اللوز والقرقاع. خديت الرويس ديال المعلقه صغيره ديال الخميره. طحين حسب الخليط ما تكونش قاصحه. كما كتشاهدوا انا خدمت بهذا الطابع هذا كما كتشوفوا معايا. المكونات كاملين غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. فعلا راه كتجي غريبه اللي لذيذه بزاف وسهله في مكوناتها واقتصاديه في نفس الوقت. بالنسبه انا هنا ضفت الزبده، ضفت عليها الزيت، ضفت عليها السكر كلاصي. عندك القرقاع واللوز اللي كنت قطعتهم صغيورين، حمرتهم واحد شويه وخليتهم على جانب. من بعد ما غادي نخدم الزبده ديالي حتى غتولي بوماد على هذا الشكل هذا، غادي نضيف عليهم داك القرقاع واللوز. غريبه البنات راه كتجي رائعه جدا، سهله في التحضير، اقتصاديه، ما خصهاش تخطى البيت ديالك. فعلا كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. كما كتشوفوا انا هنا ضفت القرقاع واللوز، كنخدم على هذا الشكل هذا، وكنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه للخماره البنات الرويس ديال المعلقه صغيره، انتم غتشاهدوا معايا كيفاش غادي ناخذ. ما غنعمرش المعلقه حتى النص، غير الرويس ديالها. صافي غادي نبقى نجمع داك الطحين غير بالاصابع ديالي، يعني ما نحاول ما ندلكش حيت الحلوه كلها راه ما كتبغيش تدليك. كنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه وانا كنخدم. غادي نزيد شويه ديال الطحين. طحينه البنات الحلوه ديما تكون نوعيه ممتازه، وكيكون رطب ديال الحلوه، يعني راه ماشي اي طحين تخدمي به الحلوه ديالك. والسكر كلاصي سبيسيال. هنا من بعد ما غادي نجمع العجينه الحلوه، عفوا العجينه د الحلوه. يعني كنحاول غير كنجمع، ما كنحاولش ندلك. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هنا بانت ليا باقا شويه مرخيه، غادي نزيدها واحد شويه ديال الطحين. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم فضلا منكم ماشي امر. بالنسبه للبنات الجداد اللي تابوناو عندي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. كما كتشوفوا انا هنا ضفت طحين، كنخدموا على هذه الطريقه، كندخلوا ما كندلكوش العجينه بتاتا د الحلوه. كتبقى تدخلي الطحين بحال هذا الشكل هذا. صافي غادي نجمعها وغادي نديرها بحال غادي نجمعها بحال هكا كواره، وغادي نخليها جانبا. كما كتشوفوا راه كتجي البنات لذيذه لذيذه، وكنتمنى منكم تجربوها. فعلا راه كتجي زوينه بزاف. انا راه هاد غريبه معتمده عندي بزاف، ديما كنديرها. كما كتشوفوا من بعد ما عجنت العجينه عفوا جمعت لي العجينه، غطيتها على هذا الشكل هذا وخليتها ترتاح. من بعد ما جمعت ديك الدنيا وداك الشيء خليتها واحد شويه. هنا جيت درت شويه ديال الدقيق فوق فوق سطح العمل اللي غادي نخدم به. صافي وغادي نجيب هذيك العجينه قسمتها على جوج، يعني باش ما تعذبنيش. كنجيب واحد الدلاك وكنبقى نخدم بحال هكا. ماشي ما كنبسطهاش بزاف، راه غير واحد شويه. راه شفتوا السمك ديال القطع اللي غادي نقطع به غريبه، راه صغيور وعالي. بالنسبه للبنات الدلاك راه كاين واحد الدلاك تيكون فيه بحال الزواق، هذاك راه كيجي زوين في هاد غريبه هادي. انا ما عنديش، انا خدمت بهاد الدلاك سامبل. هذاك اللي فيه داك الزواق من الفوق كتجيك ديك غريبه ما مشنفه من الفوق، كتجي زوينه بزاف. يعني اللي عندها هذاك الدلاك هذاك تستعملوا. انا لو يعني توفر عندي داك الدلاك غنعاود نشاركها معكم. بداك الدلاك هذاك كتجي زوينه. صافي وكنبقى نقطع على هذا الشكل هذا.
شتي وراه حتى في العلاوه راه كتجي عاليه شويه، راه ماشي ما تبسطوهاش بزاف، يعني راه ضروري كتبغي هاد غريبه كتبغي العلاوه، حيت كنديروا فيها غير رويسه المعلقه كتنفخ غير شويه وصافي، راه ما كتنفخش بزاف. كنتمنى من هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش اختكم من دعواتكم ولايكاتكم وتعاليقاتكم، وشكرا لكم بزاف. حفزوني باش نعطيكم اكثر واكثر، بعد المره كيجيني الكسل، ولكن كنقول لا، خاصني نوض نبارطاجي مع خوتي وخواتاتي شي حاجه. كما كتشوفوا كنبقى نخدم بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقى نقطع بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للقطع البنات راه ضروري ما تدوزوه في الدقيق، عاد تقطعوا به باش ما تلصقش لكم الحلوه. كما كتشوفوا راه كتشوفوني مره مره راه كندوزو. هنا من بعد ما غنكمل الكميه كامله ديال الغريبه، صافي غادي نستفها في الطاوه. هنا عندي الفران ديال الغاز اللي غادي نكون سخنته من قبل، شعلته من الفوق ومن التحت، ونقصت عليه البوطه مهيله باش طابت ليا، حيت كنت مسخنته مزيان. هنا ستفت غريبه ديالي ودخلتها للفران. صافي هنا من بعد ما خرجتها كتشوفوا غير كتذهب، كتولي فيها واحد اللون ذهبي. صافي كنحيدها كندوزها في السكر كلاصي على هذا الشكل هذا، وكنحيدها. من الاحسن البنات ما تدوزوهاش سخونه، كيف تخرجوها من الفران دوزوها في سكر كلاصي، خليوها تبرد واحد شويه وعاد دوزوها في سكر كلاصي، لان الا دوزتوها مباشره وهي سخونه راه غادي تعرق لكم وغتولي ملصقه. كنتمنى من هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساونيش كيف ما كنقول لكم ديما. وهنا كملت الكميه اللي عندي ديال غريبه، وكانت النتيجه زوينه بزاف ولذيذه بزاف، وكيحماقوا عليها الوليدات هاد غريبه هذه. كما كتشوفوا كتجي لذيذه 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 البنات بزاف. كنتمنى منكم تجربوها، وما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم والبارطاج، علاش لا. شكرا لكم كاملين، شكرا الناس اللي كتشجعني، كنقول لكم شكرا بزاف وكنبغيكم بزاف. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.